نحط شويه برسيم للجاموسه وللعجل الصغير. وناخد برضه نروح نحط الجاموسه من اللي في ريحها. خد يا رنا. كل يا غالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. يوم جديد بفيديو جديد كله نشاط وحيويه. ما تنسيش تحطي لي اللايك يا اختي انت وهي. قبل ما ابدا الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونقول اللهم اخرجني من حولي وقوتي والجيني لحولك وقوتك يا ذا القوه المتين. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على رسول الله وندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يا رب ينصرهم نصر عزيز مقتدر ويسدد رميهم ويثبت خطاهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب. برضك قبل ما ابدا الفيديو بتاعي حابه اقول لك ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي معايا في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش. وتشير الفيديو بقى ايه على قد ما تقدري على اوسع نطاق. وكمان حابه اقول لشوشو شيماء فريد الف الف بركه. ربنا يا رب يبارك لك فيها ويجعلها مصدر رزق ليكي ولولادك اللهم امين يا رب العالمين. طبعا هي ببارك لها على ايه هقول لكم. شيماء دي من اول ما بدات الفيديوهات معايا بتاعت الجاموسه وكده وعزكم الله يعني وال يعني ايه الروتين بتاع اليوم بتاع الفلاحه وكده. وهي كانت من اول الناس اللي كانت بتشجعنا بتكتب لي تعليقات حلوه وبتسالتني سؤال بتقول لي ان هي محرجه تجيبها يعني عشان هي انسانه جماعيه وكده ومكسوفه من الناس ومش عارفه ايه. المهم ربنا يعني اتمنى ان هو يكون ربنا يجعلني سبب. اتكلمت معاها في كذا فيديو وكتبت لها في التعليقات كمان يعني ما حدش هيديكي حاجه، ما حدش هيديك من صحته لو تعبت وما حدش هيديك من ضحكته لو زعلت. فالواحد بيعمل عشان خاطر ولاده بس. فهي ربنا كرمها ورضاها وكتبت لي تعليق النهارده فرحتني جدا جدا. قالت لي ان ربنا يعني وفقها واشترت جاموسه وربنا يا رب يهديها لها على ما تتعلم عليها ازاي تحلب وازاي تهتم بيها وتاكلها وازاي تشربها وتهتم بيها يعني وكل حاجه وكل تفاصيلها. فربنا يا رب يبارك لك فيها ويكتب لك من وراها الخير اللهم امين يا رب العالمين ويأتيك خيرها ويكفيك شرها يا شوشو. والف الف الف مليون مبروك كمان مره. يلا بينا بقى نتابع الفيديو بتاعنا. فيه النهارده الفيديو فيه حاجات كتير حصلت معانا في اليوم وحاجات حلوه حاجات تفرح كده وترجعك لايام زمان الزمن الجميل. ربنا يا رب يرزقنا البركه في حياتنا اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الحمامه بتاعتنا الزغنطوطه اللي انا كنت مصوراها معاكم قبل كده ما شاء الله كبرت اهي يعني قاعد حلال فيها الذبح. وما شاء الله امها كمان باضت اهي تحتها. يلا ما تخافيش مش هعمل فيك حاجه. بصوا ده القفص التاني برضو فيه حمامية بس لسه صغيره لسه دي في ريعان شبابها لسه ما يعني ايه ما تنعملش دلوقتي يعني. فانا هستنى عليها شويه وبعدين ايه نعملهم الاثنين مع بعض. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دي فقست واحده اهيت ولسه الثانيه ايه نايمه عليها. فربنا يا رب يزيد ويبارك ويكتر علينا وعليكم الخير اللهم امين يا رب العالمين. والله يا ولاد كلها بركه وخير في البيت. ما يسواش ابدا وقفتك على بتاع الفراخ ولا بتاع اللحمه. كل حاجه اعمليها في بيتك وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله. ما نقعد بقى يا ولاد احسن الواحد ما عادش قادر. بص احنا اشترينا ايه النهارده؟ كولان. ايه بنتي شافتني وانا بشتري البلاصي ده وهتاء. احنا لسه تمنك ما بريتش. ايوه كده. النهارده عمي حامد بتاع القلل الله يستره ويديه الصحه. الراجل ده انا عارفاه من ايام ست الله يرحمها ويحسن اليه من واحنا قد كده وهو بيجي عندنا في بلدنا وبيجي في البلد اللي انا متجوزه فيها بقى. فطبعا بقى انا عايزه اعيد امجادنا بتاعت ايام زمان
وعايزه بقى اليومين دول بقى داخلين على موسم الزبده والقشطه والحاجات دي والجبنه، عايزه اخزن واعمل بطريقه زمان، بطريقه ستي الله يرحمها ويحسن اليها يا رب. كانوا الاول بيعملوا اللبن في شوالي كده، في ناس بتقول عليها شاليه وناس بتقول عليها قعب، في كل بلد بقى وايه، وزي ما بيقولوا بتوع الشرقيه وكفر صقر والحته دي بيقولوا عليها قعب بتاع اللبن، انما احنا عندنا في المنطقه بتاعتنا في متغمر بنقول عليها شاليه او شوالي، جمع شاليه. طبعا هو المنطقه عندنا ما عادوش بيشتروا الحاجات دي من ايام زمان، لانه عاد كله بيبيع اللبن وما عادش حد اصلا بيخزن فيه، كله على الجرادل البلاستيك، بيعمل في الجرادل البلاستيك وفي الحلل الالومنيوم. بس انا بقى يعني انا ما صدقت ان ربنا رزقني بالجاموسه دي، عايزه اعمل بقى ايه، حاجات زي بتاعت زمان، الجبنه والقشطه والزبده تحس لهم بطعم كده، يعني حاجه تحفه. والله ودي اقوم اجيب لكم المانجايه احطها تلون معانا الصوره شويه بس مش قادره. فاللهم صل على النبي. لا والله لا اقوم اجيبها، استنوا يا ولاد، حاجه تكسر اللونك كده. يديك الصحه يا محمود يا ابني ويشفيك ويخليك يا رب ويبارك في عمرك وتزرع. لا كفايه واحده يلا. هيه طرحه اتفكت يا ولاد. فالمهم هتشوفوا الكلام دوت، هتشوفوا الكلام ده معايا في الفيديو، مصوراه في فيديو وانا بشتري منه الاول. بس للاسف اللي كانت ماسكه التليفون هطله شهد بنتي، فما صورتش صور عدله ولا عملت فيديو حلو، بس ما علينا. فاللهم صل على النبي. ايه بنتي شبطت في القلل دي، ولا يا ماما انا عايزه قلل صغيره، جبت لها القلتين دول ب 10 جنيه، الواحده ب 5 جنيه اهو. وجبنا الزراويه دي وادانا الغطاين دول هديه، الغطاين اهو، انا جبت منه، اداني الغطا ده للبلاص ده، واداني ده قلت له انا عندي بلاص مالوش غطا، اداني واحد فوق البيع. بسم الله ما شاء الله اهو. وقال لنا على الطريقه اللي هنوديكوا بيها، هي مختلفه شويه عن ما احنا بنعمل بس هو ادرى. ودي صنعته، بصوا اعمل لكم زي زي تمثال نهضه مصر اهو. هنوديكوا طبعا مع بعض ان شاء الله باذن الله، ونشوف احنا بنعمل المش ازاي او خميره المش بنعملها ازاي. هبدا معاكم الموضوع من تحت خالص، من الصفر، من اول المشوار، ونعمل مع بعض ايه الجبنه والقشطه والزبده ونخزن مع بعض. ها باركولي بقى يا ولاد. تعالي انت رخرة عين عليكي الغضبه. استنى ناخد صوره حلوه. وتقع بضعنا منه النهارده. فاللهم صل على النبي. هنحط واحد عليه دلوقتي، بس انا عايزه انزله تحت على ما اودكوا، عشان ايه لو الجو شتي ولا حاجه ما يتبلش ميه قبل ما اودكوا، هاخده معانا وانا نازله. ودوت الزراويه الصغيره التانية اللي كانت عندي، اللي كانت حماتي مديها لي، ربنا ما يحرمناش منها ولا من عطاياها. هنقفلها بالغطا دي. يلا نقعد بقى احنا لما نشوف حته نمسح بها دي، تيجي لنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هنا يا حبايبي رحت بقى ايه اجيب حته قماشه كده امسح بيها الزراويه اللي فيها الجبنه، لان طبعا انا حطاها على الكوبيستا بتاعه السلم كده، والجو بيبقى تراب وكده، فبحب انضفها اول باول. وطبعا بقيس عليها اللهم صل على النبي الغطا اللي هو مديهولي
علشان خاطر اشوفه حابك عليها ولا لا، لان اهم حاجه في بلاص الجبنه او الزراويه او اي حاجه حاطه فيها الجبنه عندك، جبنه الحادقه لازم أن تكون يعني مقفول عليها كويس، عشان لا قدر الله ما فيش اي حاجه تنزل في البلاص وتبوظ لك ايه المش بالجبنه. فلازم أن تتاكدي ان البلاص مقفول كويس. اهو جبت القماشه وبمسح حلق البلاص كده وحوالين البلاص، وبعد كده بقى ايه لقيت المش كده، ببص في البلاص لقيته جابس كده من فوق، فبرج الزراويه كده بحيث ان المش كله ايه يختلط ببعضه ويبقى ايه كله قوام واحد يعني. اهو حطيت الغطا اهوت زي ما انتم شايفين كده، وببص اشوفه هو يعني في فلس من حوالين الغطا ولا هو حابك وكويس. هحط عليه كمان حته رخامه كده كانت عندي اللي انا كنت بغطي بيها الاول، بس انا كنت الاول بغطي بغطا سقايه. وطبعا هنا بقى خفت لحسن الجو يشتي على البلاص الجديد قبل ما اودكم. وهنا الراجل يعني هتشوفوا معايا دلوقتي في المقطع اللي جاي وانا بشتريه من عم حامد اللي هو بتاع الشوالي والبلاليس والحاجات دي، وقال لي اوديكوا ازاي. كنت واقفه بشتري منه انا وحمايه، وطبعا حمايه كان بيقول لي ده انت هترجعينا للزمن الجميل بقى. قلت له ليه بركه الا انتوا. هتشوفوا معايا الحوار كله كامل اهو. 22 هتنزليني بالشبشب. لا دي احسن، الحمرا بتقش، الحمرا بتفلو والله. لا الحمرا مستويه، لا ده الحمرا شوف. انا معايا الاحمر ومعايا الابيض، طالما انت امنتين اديك احسن حاجه، عشان دي الاحمر بيقش دي ما بيقشرش، عشان يبقى صوتكم مع بعض. الغطا كمان لو طن 2 وكوبايه شاي. ده اسمه ايه ده؟ لا دي يعني انت تكسروها وتقوموا تعملوا كده من بره، تجيبوا طبق وبره. لا من بره تكسروا البطانيه نايمين وتكبوا كوبايه الزيت وتربوا وتدعكها ديك مجموعه تقول ساعه ساعتين نايمين. ما عندكوش ازاي؟ هاتي لبن هاتي لبن هاتي لبن حليب وغليظ. عايزه الاحمر هجيب لك بس الاحمر. لا انت قول لي الاحمر انا عايز ابيع الاحمر، بس انا لما اوصل بس بدور عن ده عشان يخلص بيتي. انا بشيل ده وبشيل ده، ايه ما حد يقتنع اقول له خدها هو القشاش. انتوا مالكم؟ اهو هجيب لكم قله صغيره كده مع الشوال المره الجايه. هيجيب المره الجايه. ماشي هستناك. ماشي يا ستي. كده بقى جبنا بقى كده جبنا منه الفيديو بقى يعني ايه. امك معاها فكه، امك معاها فكه، الله امك معاها فكه دلوقتي. دي بقى بتاع الايه اللي رايحه مصر اللي لوحدها ما عادش حد بقى بيروح بالبتاع ده. لا ده بياخدوها في الشقه عندنا في نظام. الجماعه اللي داويين عايزين يحدقهم بيجوا ياخدوها. ياخدوها يحطوها في البلكونه. لا اطفال مين يا عم يا ده؟ ماشي ده هي عايزه اقول لك بتاع العيال الصغيره. يا اخي لا يا اخي ما دي 8 جنيه انا مش عايشه، ما انا معايا عندك كتير. هاتها يا مام. هي عايزاها، هي عايزه الصغيره دي. اه نص كوبايه. بصي يا ايه يا بصي هي القله دي. ولا اكبر من دي شويه.
في دماغي لا يا عم الحاج انا بحسبها قلنا بتاع العنايه لا يا محترم ازيك يابا الحاج ازي حالك يعني عايز ابقى ودان وانت الصراحه الغير دي تعرفوا تغسليها يبقى شكلها حلو. انا عايزه واحده من دي واحده من دي. واحده من دي واحده من دي. يا عطلة طلع من مصروفك على البيت. ليه خدت حتى واحده براءه والله الطبع اسال السلام عليكم والله بس لو انت مش موجوده حد يطلع ياخدهم ما تخليهمش انا في الطلب. لا ان شاء الله انا موجود. خلاص انت عارف لو حتى لو ما لقيتنيش يحطوهم هنطلع بالليل. شوف بقوم كده بقى يطلع في المناخير كده ريحته